ايه ده؟ المعلم زيزو، اخبارك ايه يا زوز؟ قلب عندك يا اخويا على اللي حصل في ماتش بيراميدز. ده انا ما كنتش مصدق نفسي. بقى بيراميدز الكومبارس يهزمكم 3-0. ده حزن ما بعده حزن يا عم مبابي. المشكلة مش في كده. المشكلة ان الجماهير بتاعة الاهلي بتهاجمني وعايزين نسيب الاهلي، وبيقولوا لي ان وشك نحس وفقرتنا من ساعة ما جيت الفريق. ما الحال من بعضه يا عم زيزو. ما جماهير الريال نفس القصة، كل ماتش يقعدوا يصفروا عليا في كل كرة المسة، ويقولوا لي يا مبابي يا حتة يا جحش الكريتة. قال لا، ايه هي الكريتة دي يا زيزو؟ يا عم تنيل، هو انا ناقصك بلا كارتة بلا حنطور؟ المشكلة ان اول ما سبت الزمالك شكلهم كده البلية هتلعب معاهم وهياخدوا الدوري السنة دي، وكمان هيلعبوا في افريقيا، والاهلي شكله هو اللي هيلعب في الكونفدرالية. على فكرة يا زيزو، احنا في ما بيننا حاجات كتيرة مشتركة. ما انا برضو اول ما سبت باريس سان جيرمان خدوا دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للاندية، والدنيا زهزهت معاهم، والريال طلع من كل البطولات. ما خلاص بقى يا عم مبابي، جبت لي اكتئاب. انا مش عارف ايه اللي خلاني اقابلك كده على صبح ربنا. وبعدين انت ايه اللي جايبك هنا في البريد المصري؟ هتبعت حواله ولا ايه؟ حوالة ايه بس يا عم زيزو؟ اصل انا زي ما تقول كلام في سرك كده، فاتح دفتر توفير هنا، وكل القرشين اللي باخدهم من الريال باجي احطهم في الدفتر. ما هو الواحد ما ضمنش الظروف، النهارده في الريال بكره ابقى في السنغال. ما انا نفس القصه برضو، باجي احط الفلوس اللي باخدها من الاهلي هنا في البريد، مش برضه اروح البنك لان كل الناس هناك عارفان. وبعدين انت جايب ليه كيس الزباله معاك كده؟ ما ترميه يا اخي في اي مصيبه. الزبالة؟ ده انت غلبان قوي يا زيزو. يا ابني دي الفلوس اللي انا جاي احطها، بس زي ما تقول بعمل تمويه علشان ما تسرقش مني. مش زيك جايب لي شنطة فخمة كل اللي يشوفها هيقول ان جواها فلوس. يا ابني انا جايب الشنطه لان الفلوس كتيره، دول 100 مليون يا عم، انت عبيط؟ 100 مليون وفخور قوي بنفسك؟ يا ابني ال 100 مليون دول انا بصرف في مواصلات في مدريد،